بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في خبر نشرته صندوق النقد الدولي اللي انا بعتبره دايما صندوق النقد الدولي، لكن هو نشر خبر مهم للغايه وقالت لك ان الولايات المتحده الامريكيه مستمره في زعامه العالم. بالعكس، اقتصادها في 2024 زاد بقوه عن السنوات الماضيه، وعايز اقول لك ان زاد اكتر من 2018. ليه 2018؟ لان هي في 2018 كانت تمثل 26% من اقتصاد العالم، او 26.3%، لكن كان هذه هي النسبة بتاعت امريكا من اقتصاد العالم. طبعا بدأ يقل شوية، وصل ل 24% من الاقتصاد العالمي على مدار السنوات التالية، الى ان عاد في 2024 وصل لاقتصاد امريكا تمثل 26% من الاقتصاد العالمي. وقالت لك ان الموضوع ده مهم، ان بيوضح قوة الولايات المتحدة الأمريكية وانطلاقة الاقتصاد الأمريكي. على الجانب الآخر أن هناك تباطؤ في الاقتصاد الصيني، وأن الصين يعني حصل فيها بعض التباطؤ، لكن المهم اللي أنا بس عايز أوضحه للجميع أن الصين بالفعل عندها تباطؤ نتيجة حصل إفلاس لأهم الشركات العقارية في الصين، ويعني الإفلاس ده أدى إلى انهيار رؤوس أموال تقدر ب 300 مليار دولار، غير أن الشركات أهم شركة عندها خسائر 36 مليار، فعملت مجموعة من الخسائر أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني. على الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية نشطت بقوة للغاية، خاصة فين اللي عمل القصة دي. أهم النقاط هي التطور المدهش لقطاع التكنولوجيا، اللي هو اهتمامها برقائق الإلكترونية، ومنها انفيديا بتعمل رقائق متعلقة بالذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، التكنولوجيا متعلقة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. كل دي امور جعلت ان امريكا لما دلوقتي في 2024 اقتصادها يمثل 26% من اقتصاد العالم، قائم الاقتصادها ده قائم 10% من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قائم على التكنولوجيا. موضوع بقى في غاية الخطورة والأهمية. ده من أهم النقاط اللي احنا لازم نعرفها، ان الاقتصاديات المستقبلية لابد ان انت تعلم ان جزء منها بيعتمد على التكنولوجيا، والدليل على كده ان اسرائيل اقتصادها خد بالك 20% من اقتصاد اسرائيل قائم على التكنولوجيا. للأسف احنا عندنا أوطان عربية ما لا يتعدى 1% قطاع التكنولوجيا، لكن تأتي على دولة زي دولة الإمارات عملت أداء مدهش للغاية. ده أداء مدهش للغاية، سواء من إنشاء حكومة ذكية، إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، إلى أن دخلت في زمرة الاقتصاد التكنولوجي العالمي، وعندها شركات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، منها جي 42، وهي بتدخل بقوة في نطاق الوصول ل 10% من الناتج الإجمالي لدولة الإمارات في موضوع الذكاء الاصطناعي. ده النقطة المهم اللي لازم تنظر إليها، إن العالم متجه نحو التكنولوجيا. الصين متوقع ان هي تتقدم للامام، طبعا هتتقدم، طبعا بتزيد. التباطؤ ده اكيد هيزيد، لان التباطؤ الوحيد المهم في العالم هو موجود في اوروبا، لكن الصين يعني اقتصادها ممكن يوصل من 15 ل 17% من الاقتصاد العالمي. وخد بالك ان الصين بتخش بقوه. اللي حصل عنده تباطؤ شويه هي اوروبا، نتيجه تفككها، نتيجه وجود ديون كثيره عندها، ونتيجه المهمه برضو الناس لازم تعرفها ان امريكا على الجانب الاخر اهم نقطه بتواجهها هي التمويل، والتمويل ده بتقدر تستطيع ان هي تحققه عن طريق شيء مهم جدا، هي طباعه النقود. ودي ميزه مش موجوده في العالم كله، او خلينا بالادق في اغلب دول العالم، ان هي تستطيع طباعه الاموال. فلما يحصل عجز في الحكومه بتطبع اموال، يحصل عجز في الميزانيه تطبع اموال، يحصل عجز في ميزانيه الدفاع، او ان هي عايزه تزود وزاره الدفاع بالاموال، او تزود الميزانيه تطبع اموال، فهي بتطبع اموال بوتيره عظيمه للغايه. برضو دي من الحاجات اللي جعلت ان هي تقدر تتوسع بقوه وتعمل مجموعة من المشاريع التحفيزية. منها ما قدمه رئيس بايدن، هو قدم دعم للشركات الأجنبية والشركات التي تقوم بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي أو رقائق إلكترونية بما يعادل 54 مليار. هو عملهم إزاي؟ طبعوا أموال. فدي كانت من الحاجات المهمة لتفوق الولايات المتحدة الأمريكية على جميع اقتصاديات العالم. حبيت أوضح لكم الرؤية، يا رب أكون فدتكم، يا رب دايما أشوفكم بخير. شكرا يا جماعة.